لو حابب تعرف ازاي تحجز القطر من على النت، سواء من اللابتوب او من الموبايل، شوف معايا الفيديو ده. دلوقتي هنشوف مع بعض طريقة الحجز من على اللابتوب وطريقة الحجز من على الموبايل، نفس الخطوات بالظبط ولكن عن طريق ابلكيشن. هحط لكم اللينك بتاعه تحت في الوصف. اول حاجة، لو انا ما عنديش حساب هعمل تسجيل جديد وهكتب البريد الالكتروني بتاعي، هدوس ارسل الكود وبعدين هعمل كلمة مرور وهكتب الكود اللي هو بعتهولي على الايميل. بعدين هكتب الاسم الاول والاسم التاني واسم العيلة، وبعدين هكتب الرقم القومي، رقم التليفون، وهخلي الجنسية مصري، وبعدين هدوس اتفق مع الشروط والاحكام ودوس تسجيل جديد. ولو عندك اصلا حساب تقدر ان انت تخش بيه عادي. بعد ما بتسجل بتقدر ان انت تحجز التذكرة، فبتحدد المحطة اللي انت هتحجز منها. وعندك محطات اسكندرية، اسوان، اسيوط، بني سويف، القاهرة، المنيا، الاقصر، قنا، سيدي جابر، سوهاج، طنطا. مثلا هحاول احجز من اسكندرية للقاهرة، هو الموقع مش بيقبل حجز في نفس اليوم، فانا اقدر ان انا احجز ليوم او يومين قدام ولحد تقريبا اسبوعين. فانا هحدد تاريخ بعيد شوية عشان يبقى فيه قطورة متاحة. بعد كده هيظهر لي القطورة اللي انا اقدر احجزها، وهي القطورة المكيفة بس اللي اقدر احجزها من على النت. ففي القطورة الفرنساوي والفي اي بي والتلجو. بعدين هيكتب لي اول حاجة رقم القطر والمحطة اللي هيطلع منها والساعة وتقريبا المدة اللي هياخدها قد ايه والمسافة والمحطة اللي هيروحها وتقريبا هيوصل الساعة كام. وبعدين سعر التذكرة الأولى مكيفة 80 جنيه، سعر التانية مكيفة ب65 جنيه، في 16 كرسي متاح ودي 9 كراسي متاحة. قطر تاني مثلا زي ده التلجو، التانية ب150 والأولى ب225 ودي الكراسي المتاحة. فأنا مثلا هحاول أحجز القطر الأولاني ده، هختار بقى أولى أو تانية مكيفة زي ما أحب. بعدين هختار المسافر، وتقدر إن أنت تحجز لكذا شخص بس تدخل بياناتهم. بعدين هدوس أتفق مع الأحكام والشروط، استمرار. طبعا هحط لكم لينك الموقع ده في الوصف تحت. بعد كده بيطلع لي رقم الكرسي ورقم العربية وتفاصيل الحجز وسعر التذكرة الإجمالي بعد رسوم 4% رسوم حجز من على النت. بعدين هو بيحجز لي التذكرة لمدة 10 دقايق أقدر إن أنا أدفع فيها. بدوس ادفع. طريقة الدفع الوحيدة المتاحة عن طريق الفيزا. بدوس استمرار. بعدين بيجيب لي هنا إن أنا أقدر بقى أدخل رقم الفيزا والتفاصيل بتاعتها وإن أنا أدفع. وبعد ما بدفع بيبعت لي التذكرة على الإيميل، بقدر إن أنا أطبعها أو أوريها للكمساري من على الموبايل. الحساب اللي انت عملته على السايت من على اللابتوب تقدر برضو انك تحجز بيه من على الموبايل من على الابليكيشن، وكذلك لو عملت الحساب من على الموبايل من الابليكيشن تقدر انك تحجز من الموقع من على اللابتوب عادي. ضروري اللي مسافر يكون معاه البطاقة عشان الكمساري هيبص على التذكرة ويطابق البيانات بالبطاقة، ويفضل التذكرة تكون مطبوعة. هسيب لكم في الوصف لينك الموقع بتاع الحجز ولينك الابليكيشن بتاع الموبايل اللي ممكن تحجز من عليه. ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك، واشوفكم الفيديو الجاي.